وقفنا الفيديو اللي فات بعد انتهاء عصر الأسرة الثانية وانتهاء عصر الأسرة المبكرة، وبدأنا في حقبة جديدة في التاريخ. بدأنا في حقبة الدولة الفرعونية القديمة. لحد دلوقتي مش معروف الأسباب اللي خلت الأسرة التانية تتهد ويبدأ مكانها الأسرة التالتة، وما كانش فيه خلافات كتيرة بين الملوك وبعضهم. فبعد ما خاصخومي قعد في الحكم بتاعه واللي هو آخر ملوك الأسرة التانية، جه بعده الملك زوسر، وبيتقال إن الملك زوسر هو ابن أو أخ خاصخومي. وزوسر هو مؤسس الأسرة التالتة وصاحب إنجازات كتيرة في التاريخ. فضل يحكم مصر حوالي 29 سنة. في العهد بتاعه عمل أعمال إنشائية ضخمة جدا، وحصلت مجاعة وقتها بسبب إن نهر النيل اتطفى. فضل 7 سنين من غير ما يحصل أي فيضان، وأغلب المحاصيل والزراعة اللي كانت حواليه فسدت. ده حتى زوسر راح يتقدم بشوية قرابين للآلهة بتاعته عشان يخلوا النهر يفيد شوية. بس برضه بعد ما المجاعة انتهت، زوسر قدر يوفر فلوس كتيرة جدا عن طريق إنه استخرج النحاس والكوارتز من سيناء، وده اللي ساعده عشان يعمل الأعمال الإنشائية الضخمة جدا، وكمان وسع الدولة بتاعته بعد ما قدر يبسط نفوذه على النوبيين. وكل الكلام دوت ما يجيش حاجة قصاد الأعمال الضخمة جدا اللي هو عملها في مجال العمارة والبناء. في يوم من الأيام زوسر كان قاعد كده بيقول الحمد لله المجاعة خلصت وكل المشاكل الداخلية اتحلت، عايزين نعمل حاجة لآخرتنا بقى. وراح نده على امحتب، ودوت كان أول مهندس معماري وأول دكتور، ولما يذهب بيبقى إله كمان لو حب. أول ما زوسر نده عليه راح له على طول. زوسر بيقول له بما إنك مهندس أنا عايزك تبني لي حاجة كده لآخرتنا، يعني نكسب بقى شوية حسنات لما نموت. امحتب قال له هحاول أعمل لك حاجة جديدة، وفضل طول الليل يفكر إيه اللي ممكن يعمله عشان يبني مقابر ليه وتكون جديدة جدا. وعشان تفهم بس الموضوع كان ماشي إزاي، خلينا ناخدك في رحلة بسيطة أشرح لك فيها المقابر كانت بتتبني إزاي في الدولة القديمة. في الأول خالص المقابر كانت عبارة عن حفرة في الأرض بتتحفر ويدفن فيها الميت ويتردم عليه. ويعني لو أنت كنت ثري عربي ومعاك شوية فلوس بيحطوا شوية طوب لبن كدهوت عشان يقفلوا بالمقبرة. وفضل الموضوع على كده لحد ما بدأت الحفرة اللي تحت تتوسع شوية، فبدأوا يعملوها غرفة بيتحط الميت فيها ويدفن عليه برضه. وبعدها حبوا يطلعوا لفوق شوية، فبدأ يحطوا مسطوة صغيرة كده فوق القبر. بس كان في مشكلة وقتها، إنهم مش هيعرفوا يدفنوا الميت وفي مسطوة فوق، فعملوا حفرة تانية جانبية يحطوا فيها الميت بعد ما يبنوا المسطوة براحتهم. فالمسطوة بتتبني الأول، وبعد كده بعد سنين حتى الميت بيتدفن براحته من الحفرة التانية. وبكده اتحولت المدافن لشكل مسطبة، وأوضة تحت في الأرض بيتدفن فيها الميت. امحتب بقى فضل يفكر إيه اللي ممكن يعمله عشان يبني أحسن حاجة. وبعد برين ستورم كبير كده وصل لفكرة جامدة جدا. راح لزوسر جاري قال له انا لقيتها، احنا بص هنبني مصطبة كبيرة فوق. زوسر قال له بص هي دي الفكرة التمام، وبدأ في التنفيذ بتاعها مباشرة. بعد أول مصطبة اتبنت امحتب راح لزوسر قال له ايه رأيك؟ زوسر قال له مش حاسسها قوي يعني كده، يعني دي أكبر شوية بس مفيش أكشن جديد. امحتب قال في سر وما تموت انت ساكت بقى عم انت تعرفنا وانت صاحي وانت ميت. وقال لزوسر طيب بص أنا عندي فكرة أجمل من اللي قبلها، احنا نرفع مصطبة تانية فوق المصطبة الأولى. زوسر قال له بس كده هي دي يا عم الفكرة التمام. وفعلا بدأ امحتب يرفع المصطبة التانية وكرر نفس السيناريو، وراح لزوسر قال له مش حاسسها، وراح رفع مصطبة تانية فوق زيادة، وكل لما تزهق اديها مصطبة كده لفوق لحد ما وصل في الآخر ل6 مصاطب. امحتب راح لزوسر قال له بص ده آخري، مش هعمل أكتر من كده، لو قلت لي مش حاسسها تاني هرمي لك طاقية المهندس وامشي وبقى اشتغل دكتور بعد الظهر، انا خلاص زهقت منك. زوسر قال له لا يا عم خلاص، وليه ترمي لي الطاقية بتاعه كده خلاص بقى شكله زي الفل، وكده اقدر اموت وانا مطمن. ودوت كده بقى شكل الهرم النهائي. والهرم ده اتسمى باسم الهرم المدرج بسبب انه عباره عن درجات او مصاطب، وهو كان اول هرم تم بناؤه في مصر. وتاثر الهرم دوت بزلزال 92 وفي حته منه وقعت كده. وزوسر برضه ما كانش ليه اول هرم بس، ده كان ليه كمان اول تمثال بشكل كامل ليه وهو قاعد على العرش بتاعه. وبكده انتهى عصر زوسر. وجي بعده شويه ملوك كده ملهمش اهل يسالوا عليهم ومش مهمين زي خابا وحوني. وحوني ده اللي تمثال كده وهو شبه عادل شكل يعني. وبكده انتهى عصر الاسره الثالثه، وندخل بعدها في عصر الأسرة الرابعة. الأسرة الرابعة ديت كانت الأسرة المترقعة، بيتقال إن هي العصر الذهبي في الدولة القديمة، هي اللي اتبنى فيها أغلب الآثار الحديثة الموجودة في العالم لحد دلوقتي. تبدأ الأسرة الرابعة مع أول ملك ليها اللي هو سنفرو. سنفرو هو حفيد زوسر، وكان برضه من أهم الملوك اللي عدت في مصر. كان في العهد بتاعه في حملات كتيرة في كل حتة في العالم عشان يحاول يجيب موارد على قد ما يقدر، وكان من بينهم التجارة مع لبنان اللي باع الجنود هناك عشان يجيبوا خشب الرز اللي هو الصنوبر. ده غير انه برضه اهتم بتأمين حدود البلاد بتاعته،
وفضل حكمه حوالي 48 سنة. وبما إن هو كان حفيد الملك زوسر فبرضه كان عنده الإحساس الديني عالي شوية كده. هم العيلة كلهم عيلة متدينة أصلا، فقرر إنه يبني لنفسه مقبرة زي ما جده عمل بالظبط. بدأ سنفرو يجيب برضه شوية مهندسين يقول لهم بصوا أنا جدي عمل حاجة جامدة، عايزكم تعملوا حاجة جامدة منه. وبدأوا فعلا يبنوا له هرم ميدوم. الهرم دوت المفروض إنه كان أكبر خامس هرم في الوقت اللي تم بناؤه فيه. هو حاليا بيظهر منه 3 مصاطب بس، وتقريبا وهو بيتبني ما كانش بيتبني بغرض إن سنفرو يدفن فيه، ولكن كان الهدف إن يكون مقبرة كاذبة ليه مش أكتر، عشان اللصوص لو جم حبوا يسروه ولا حاجة يزاولهم حتى وهو ميت. وما كانش يعرف إن إحنا اللي بنتزاول دلوقتي عشان مش لاقيين القبر، بنروح هنا لنا لا والله مش هناك، نروح هنا نقول لا والله مش هنا. المهم بعد كده سنفرو قال للرجالة بصوا احنا بنينا هرم كاذب وكل حاجة، عايزين نبني حاجة حقيقية بقى عشان نلحق نتدفن فيها على طول، يعني يا دوب فاضل 20 سنة ولا 30 سنة ونموت، يعني حاجات بسيطة كلها. وفعلا بدأ يبني الهرم المائل بتاعه. الهرم دوت كان المفروض ان هو اول هرم يطلع بالشكل اللي احنا نعرفه في العصر الحالي. كان مقرر ان الهرم دوت يطلع بزاوية 58، ولما وصلوا لنصه غيروا الزاوية وخلوها 43 درجة، وهو دوت سبب تسمية الهرم ده بالهرم المائل عشان الهرم مال لما طلعوا بالزاوية بتاعته لفوق. لكن المهندسين والعمال اكتسبوا خبرة كبيرة جدا، لأن الهرم دوت أخد حوالي 14 سنة بناء. لكنه برضه ما عجبش سنفرو، قال لهم الهرم مايل، يعني يرضيكم لما موت الناس تضحك عليا ويقولوا شوفوا الفرعون المايل ده المدفون في هرم مايل، يعني ده عيب في حقكم حتى. وقرر بعدها إنه يبني الهرم الأحمر بعد الخبرة اللي اكتسبها بعد بناء الهرمين التانيين. وفعلا بدأ يبني الهرم الأحمر بجانب الهرم المايل، ويعتبر هو ثالث أكبر هرم في تاريخ مصر لحد دلوقتي. وتقريبا هي أول محاولة ناجحة إنهم يبنوا هرم بالشكل ده ويكون أملس من الجوانب. وأخذ الهرم حوالي 10 سنين لحد ما اكتمل، وارتفاع الهرم حوالي 104 متر. وبكده سنفرو قدر يموت بسلام ويسيب الحكم بتاعه لابنه، الملك اللي قدر يبني حاجة العالم كله بيشهد بيها لحد دلوقتي ومحدش قدر يكتشف سرها. مسك الحكم بعد سنفرو ابنه الملك خوفو. الملك خوفو هو تاني ملوك الأسرة الرابعة، فضل يحكم مصر حوالي 63 سنة، وكان في الحكم بتاعه في أحداث كتيرة، أهمها إنه بنى واحد من أهم المباني في التاريخ، واحد من العجائب السبعة بعد الهرم الأكبر، هرم خوفو. الهرم الأكبر هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، واللي هم بالمناسبة الهرم الأكبر وحدائق بابل المعلقة وهيكل أرتمس وتمثال زيوس وضريح مصلوس وتمثال رودس ومنارة الإسكندرية. والهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد اللي ماسك نفسه لحد دلوقتي، الباقي أغلبه اختفى أو بقى فيه أضرار كتيرة بسبب الكوارث الطبيعية. المهم ملك خوفو يوم ما قرر إنه يبني الهرم اتواصل مع أمهر مدرس في الوقت ده اللي هو الأمير حمئينو، واللي بالمناسبة ليه تمثال كبير جدا من الحجر الجيري في ألمانيا. المهم خوفو قال له بقول لك إيه، أنا أبويا بنى هرم بشكل جامد قوي، ما تيجي نعمل لنا حاجة جامدة كده. حمئينو قال له من العندي قبل العندي، وبدأ فعلا يبني الهرم الأكبر اللي استمر بناؤه حوالي 20 سنة. وكان طول الهرم أول ما اتبنى حوالي 148 متر، لكن طوله دلوقتي بقى 138 متر. والملك خوفو ليه أعمال كتيرة برضه غير بناء الهرم، لكن بناء الهرم الأكبر هو أهم عمل يعتبر عمله في تاريخ حياته. وبالمناسبة الملك خوفو ليه تمثال في المتحف المصري طوله حوالي 5 سم كده، لو تحسه كيوت في نفسه كده. وانتهى عصر الملك خوفو بعد ما ساب لنا واحد من أهم الآثار في التاريخ، لحد ما جه بعد كده ابنه الأكبر اللي اسمه ديجدفرا. ديجدفرا هو الملك اللي جه بعد خوفو على طول، والمفروض أصلا ما كانش الحكم يبقى ليه، لأن كان في ابن الخوفو أكبر منه اسمه كاوعب، لكنه اتقتل في ظروف غامضة في حياة أبوه خوفو، ومحدش يعرف سبب الموضوع إيه. لكن بيتقال إن ديجدفرا هو اللي عمل مؤامرة عليه وقتله عشان يمسك هو الحكم بعد أبوه، لأن تقريبا مفيش أي حد مستفيد غيره هو. وكان المفروض إن ديجدف يبني هرم ليه مكان هرم منقرع، لكن الهرم ما اكتملش بناؤه بسبب إنه تقريبا اتخلع من الحكم، لأن الفترة ديت كان فيها صراعات كتيرة داخلية في الأسرة الملكية، ومصير ديجدفرا محدش يعرفه، فممكن يكون اتقتل أو اتخطف أو أي حاجة حصلت فيه. وبعدها دخلنا في صراع في الحكم بين الملك خفرع وبين بقى فرع، والاتنين برضو أبناء لخوفو، لحد ما قدر خفرع هو اللي يمسك في الوقت ده. ملك خفرع هو تالت ملوك الأسرة الرابعة تقريبا، وعلى غرار أبوه أجداده برضه كان ليه أعمال عظيمة في البناء. مسك خفرع حكم مصر حوالي 26 سنة، والهرم بتاعه يعتبر تاني أكبر هرم في تاريخ مصر، طوله بيوصل حوالي 143 متر أول ما اتبنى، لكنه حاليا 136 متر. ومن المحتمل إن الهرم دوت اتفتح واتسرق في الفترة الانتقالية الأولى. وكمان المؤرخ العربي العز بن عبد السلام بيقول إن الهرم اتفتح سنة 1372 ميلاديا، لأن في حروف عربي موجودة في جدران الهرم بيعود تاريخها للوقت دوت تقريبا. وبرضه خفرع قدر يبني أبو الهول،
اللي هو يعتبر تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد وراس إنسان. جسم الأسد بيعبر عن القوة بتاعة الملك، وراس الإنسان بتدل على الحكمة بتاعته. وكمان في تمثال للملك خفرع وهو قاعد على العرش بتاعه موجود في المتحف المصري. وانتهى عصر الملك خفرع ومات واتدفن في الهرم بتاعه، وساب الحكم لابنه عشان يجي يقفل هاتريك الهرم بتاعهم ويبني الهرم الثالث. ساب الحكم من بعده لابنه منقرع. أو منقورع هو ملك من ملوك الأسرة الرابعة، فضل يحكم مصر حوالي 18 سنة، وبرضه زي أبوه جده كان الطابع الديني عنده عالي، فبنى الهرم الثالث بجانب هرم أبوه جده، لكنه عمله هرم صغير شوية وطوله حوالي 61 متر. والعهد بتاعه كان فيه حرية أكتر بكتير جدا من قبل كده، فالناس كان ليها مطلق الحرية في الإله اللي هم بيحبوا يعبدوه. ومات منقرع وجي بعده ابنه في الحكم اللي اسمه شيبسكاف. وبعد موت شيبسكاف مسك الحكم خانة كاوس اللي هي بنت الملك منقرع وأخت شيبسكاف. فضل الحكم مترنح كده لحد وفاة آخر ملوك الأسرة الرابعة بدون أحداث مهمة كتير. ودخلنا على الأسرة الخامسة والستة، ما كانش فيه برضه أحداث مهمة قوي مذكورة في الأوقات ديت في التاريخ. وانتهى عصر الدولة القديمة بانتهاء الأسرة السادسة، ودخلنا في الفترة الانتقالية الأولى. الفترة الانتقالية أو فترة الإضمحلال الأولى كانت فترة تدهور كبير جدا وانهيار نظام الحكم المركزي، وبدأت فيها فوضى كتير وانخفض منسوب نهر النيل. اتسلبت مصر كتير جدا من ثرواتها في الوقت ده. في نهاية الفترة ديت دخلت مصر في حرب بين الأسرتين العاشرة وال11 لحد ما تمكن الملك منحوتب الثاني إنه ينهي الخلاف ده ويعلن قيام الأسرة ال11 عشان تدخل مصر في عصر من الازدهار الكبير جدا، مع بداية إعلان دخولها في عصر الدولة الوسطى. والعصر دوت اللي احنا نبدأ نعرفه من أول الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وتصلي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبرضه انزل اكتب لنا في الكومنتات لو عندك أي أفكار فيديوهات تانية حابب إننا نتكلم عنها قدام إن شاء الله. وبس كده، أشوفك الفيديو الجاي، سلام. باي باي.